السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، التجاوزات ستكون ربما مفتوحة لدى الكل في المغرب باستفزاز الجزائر باعتمادهم أمور لا غير عزاء معتمدة، للحاقدين. والجزائريين ومنتخبنا الوطني أو البعثة الجزائرية أيضا ملزمة بالتعامل مع هذه الأمور. الآن يا إما ذلك الوقت داخل الكاف، احنا كنا نملك محمد روراوة داخل الكاف، ووزير الشباب والرياضة الجزائري كان عنده يعني تهمي، كان عنده ضمانات بأن الجزائر ستفوز، ومشى إلى مصر، وفي الأخير تعرضنا أيضا لصدمة في 2017. عندك أعداء، يعني أمين أعداء وجود عضو حتى لم يكن لديك أصدقاء داخل أروقة الفاف، لديك أعداء. عليك أن توازن بين الأعداء والأصدقاء. إذا لم تكن تملك ما خليتش كمل الفكرة تاعي من الأعداء، فالأعداء سيتغلبون على الأصدقاء. لذلك الجابون نظمت في 2017 كان عندك روراوة داخل المكتب التنفيذي للكاف، وكان عضو بارز في الفيفا، ومع ذلك لم نتحصل على شرف التنظيم. اليوم السنغال عندها سنغور عنده نائب رئيس الاتحاد الافريقي يقصى من تنظيم كاس افريقيا 2027 والطرق السنوات باش نسقم البيت تاعي بالداخل. معليش منتخبنا الوطني راهو بعيد على البطولة تاعنا، معليش احنا دوكا اذا ما شاركناش في كاس افريقيا بالجيل الذهبي راهي خساره. انا شوف ان شاء الله انا نقول لك حاجه من باب النيف، قلت لك نعيش سعيد، نعيش وحدي في بيت وما نسحقش انا 10 مدورين بيا ويكلخوا لي باش نرقد وناكل. رأيي. انا هذا رايي ديالي، لانه انا نشوف السياسه اليهوديه الموجوده في المغرب. نعم هذا رايي على هذا الباب، وحنايا دوك تحب ولا تكره. بك يا يوسف خويا سمير لازم نعرف كم اصبحت دماء المسلمين رخيصة من هذا الباب تاع المخزن. أصبحت الموت يعني في كل يوم 100 ميت 150 ميت من هذا الشيء. ولينا رخاصة يوسف في العالم. كل السيادة اليهودية قابضة في العرب هذا. نحن أنا قلت لك الجزائر سوف تعيش وحيدها إن شاء الله، نعيش وحدنا ونعيش كرماء. نعم. وما نسحقش هذا الشيء. أنا كي تقول لي على المغرب، الله لا لعبت في المغرب. نعم. مانيش الشعب، لا شفت المنتخب المغربي مع المنتخب الجزائري بنات وكانوا فازوا علينا لانهم عندهم فريق احسن منا. علاش قلت لك البيت تاعنا لازم يتسقم يا يوسف. البيت تاعنا ما عندناش فريق وطني للاناث. نعم. ما عندناش. علاش كرة القدم للرجال؟ ولكن لا كرة لا ليش يعني هذا شحال سمير يقول لك عندنا فرق يعني في قانون الفيفا. صح لي ناصر، قانون الفيفا فرضت باللي لازم يكون فريق نسوي. نعم هذه لا نتحدثوا على مبدأ كرة القدم تاريخيا فقط. نعم. حبيت نقول برك بالك هذه القضيه تاع اتحاد العاصمه راح كما قلت فتح لنا عيوننا. نقول لك علاش، باسكو علاش كاين تحركات دبلوماسيه خاصه او نيفو تاع لوزان راح مدوا داروا طاع صح سا برون دو طون، ولكن نقول باللي انا سوي سوري سارتان باسكو القوانين واضحه باللي لي زافوكا اللي داروهم راح يجيبوا لنا حقنا للمستقبل خاصه في الفرق تاعنا او في الفريق الوطني. انا نقول باللي متفائل باللي الحق تاعنا عاود يرد، ولكن نقول باللي اتحاد العاصمه خسر دومي فينال ولكن ربح بزاف حوايج. نقول الكرامه تاعو ربح، هذا سي البلوز امبورطون. حنا كتعرف بلي جزائريين عندنا هذيك لا فيرتي هذيك كي تلحق للنيف وكذا نتلاحموا كامل. يا الكره كره قدم بقى كره قدم، ولكن انا سوي سوري سارتا نشاطر ناصر وين تحدث قال لك لازم نتحدوا لو نشوفوا باللي 2019 نشوف شحال من رئيس جاز على اتحاديه. هنا الاشكال لازم تكون كما نقولوا انستابيليتي او نيفو استقرار او نيفو في الاتحاديه. نعرفوا باللي صادي وليد صادي انا كانت عندي معاه خدمت معاه كي كنت في وفاق سطيف، انسان لاباس به، انسان دا خبره، كان يخدم مع راوراوا. انا نقول باللي على بالو شاو يدير. ان شاء الله نتفائلوا خير ان شاء الله، باسكو لازم نحموا رواحتينا. تحبوا ولا تكره ناصر شوف مام كانت مقبل كانت تجاوزات، ولكن نقول باللي انا لافير تاع اتحاد العاصمه هذه بينت بزاف حوايج وبينت شكون يحبنا وشكون يكرهنا. وهذا هو الخطا تاعنا احنا قلوبنا بيضاء لما تطيح في بشر خبيث. القلوب البيضاء ما يعرفولهاش كامل الناس خويا سمير. القلوب البيضاء ترقد معاه اليوم غدوه بحال الفقير، اذا مديت له يشبع. اما الغني عمره ما راح يشبع، حتى وزيد تمد وتمد عمره ما راح يشبع. هذا المخزن اللي راني نتكلم عليه ونقعد نتكلم عليه، وان شاء الله مره نلعبش لاكوب دافريك تما يقعد شفايه للمسلمين الحرين هادو.
احنا الجزائر وش بيك، احنا بجيشنا وبرئيسنا وبشعبنا، احنا ما نحبوش هذا الشيء. العروبه تاعنا ما تتباع ما تشرى. انا ايش قلت لك، وش يعطوا له ما يشبع المغرب هذا. نعم. يوسف حبيت السياده تاعو الكرامه تاعو طاحت. نعم. ولكن هو في بالك في نفسه راهو داير حب لانه حاجه كبيره. وينك اليوم راك في الدنيا وغدوه مع ربي باش تلاقيه انت. حكيم مقتحم مباراة الزمالك مثل في حالة صراحة يوم الثلاثاء أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان مقتحم ملعب البلد خلال المباراة التي جمعت أول أمس الأحد نادي. السلام عليكم ورحمة الله. لا من أين أتى ولا كيف صرفت. نسبة النمو الموعود في حدود 4% لم تتحقق ولن تتحقق. عجز الميزانية في توسع رغم الأرقام المتفائلة. المديونية بلغت مستوى غير مسبوق. تضخم تزعمون أنه في مستوى 0.3% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، والواقع أن التضخم بلغ سقفا غير معهود بشهادة الأسواق. خرجوا شوفوا شنو كاين برا بشهادة الأسواق اليومية والواقع الملموس. جميع الأسعار مرتفعة، لا في المواد الغذائية ولا السلع ولا الخدمات ولا المحروقات، في غياب أي بديل حكومي. 800 مليون درهم خصصت للأمازيغية بدون أثر. عدا أمازيغية واجهات الإدارات وشراء بعض السيارات وبعض الخدمات في بعض المحاكم والمؤسسات. فأين السياسة اللغوية والثقافية للحكومة كما سطرها الدستور؟ خلاصة القول السيد رئيس الحكومة ودعما لمغرب المؤسسات وبذات الروح الإيجابية للفكر الحركي ندعوكم إلى تعديل في البرنامج الحكومي. أما تعديل تركيبتها فهذا شأن ولو كان يهم أحزابها فلن يغير شيئا في مضمونها.